السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم بلح الشام. طبعا احنا عملناه على القناة قبل كده بالطريقة الاقتصادية بدون بيض. النهاردة هنعمله بالطريقة الأصلية بتاعته، طريقة المحلات، وهنعمله بالبيض يا جماعة. وبإذن الله أتمنى قبل ما أبدأ الفيديو إن الفيديو يعجبكم، واللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش باشتراك ولايك وكومنت. واللي أول مرة يشوف قناتي فضلا ليس أمرا يعمل لي اشتراك. شكرا لكم يا حبايب قلبي على دعمكم ليا وعلى ثقتكم فيا. شكرا لكم. أول حاجة يا جماعة بنبدأ به بنعمل الشربات. طبعا الشربات بتاع بلح الشام بيبقى تقيل وبارد، فبنبدأ ان احنا نعمله. اول حاجة معانا 2 مج سكر حبيبات بنفس المج يا جماعة، عليهم مج مية. يبقى الشربات التقيل يا جماعة بيبقى السكر ضعف المية، 2 كوباية سكر عليهم كوباية مية. هنقلبهم ونسيبهم لما يبدأوا يغلوا، وبعد ما يبدأوا يغلوا معانا هنحط عليهم عصرة نص ليمونة. بدأ يغلي معانا اهو يا حبايبي، هنحط عصرة نص ليمونة ونحسب من وقت الغلوان كده 5 دقايق. وبعد ما يعدوا ال5 دقايق هنطفي عليه ونسيبه يبرد معانا، او نحطه على شبكة التلاجة عشان يتقل معانا ويبقى بارد. احنا عايزينه يكون بارد. اول حاجة نتكلم عن المكونات بتاعتنا. معانا مجان 2 دقيق. طبعا الدقيق يا جماعة احنا ما بنكبسش الكوباية، بنعبي الكوباية بالمعلقة وبعدين نمسحها بالمعلقة ودي بيبقى العيار عشان تبقى الحاجة مظبوطة معانا. معانا مجان 2 دقيق هننخلهم عشان ندخل هوا فيهم، طبعا عشان يبقى هش وخفيف معانا من جوه. بنحط على المجان الدقيق معلقتين سميد وسط يا جماعة، اللي هو دقيق البسبوسة، لا خشن ولا ناعم. وعليهم معلقتين 2 كده هرمية نشا. معانا برضو يا حبايب قلبي هنحط ذرة ملح، حاجة كده تعتبر ما بين صوابعنا، حاجة لا تذكر، حاجة بسيطة قوي. هنقلب المكونات بتاعتنا ديت مع بعضها عشان المكونات الجافة تمتزج مع بعضها. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا حلة كده يا جماعة هننزل بمجين مية، يبقى لكل مج دقيق مج مية. مجين دقيق عليهم مجين مية هم يا حبايبي. نص معلقة، نص مج زيت، ونستحسن ان احنا نحط زيت نوع نضيف عشان الوصفة بتاعتنا تبقى حلوة. طبعا يا جماعة احنا مش هنحط ملح بقى لاننا حطينا الملح في الدقيق. هنحط معلقتين 2 كده هرمية سكر حبيبات. هنقلب المكونات بتاعتنا معانا، ولما تبدأ تغلي معانا هننزل بإذن الله عليها بالدقيق. اذكروا الله يا جماعة، لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. نزلنا على المية بتاعتنا كده بالمكونات بتاعتها، لما غليت نزلنا بالمكونات الجافة بتاعتنا اللي احنا مقلبينها مع بعضها، ونبدأ وطينا بقى في المرحلة دي يا جماعة البوتاجاز، ما سبناهوش عالي وما طفناهوش. هنوطي الشعلة خالص تبقى هادية معانا، ونبدأ ان احنا نقلب بسرعة كده عشان المكونات بتاعتنا تتداخل مع بعضها، المكونات السائلة والمكونات الجافة. هنتنينا نقلب لما الدقيق يختفي معانا وتكون معانا عجينة ناعمة. طبعا هنتنينا مستمرين كده في العجن لحد ما العجينة تنعم معانا هي حبايب قلبي زي ما حضراتكم شايفين. هننزل بالعجين بتاعنا على سطح العمل بتاعنا كده ونفردها، نفرد العجينة بحيث انها تبرد معانا. مش هنشتغل فيها الا ما تكون باردة خالص يا جماعة، مش دافية كمان، لا تكون باردة خالص. بالاسباتولا بتاعتنا كده وبنفرد العجينة على السطح معانا ونسيبها لما تبرد معانا. طبعا كده بردت يا حبايب قلبي
اهي بوريكم العجينة ناعمة وجميلة. حطيناها في البولة دلوقتي، ومعانا هننزل عليهم ببيضتين 2. عفوا يا جماعة. هنحط بيضة على كل بيضة كيس فانيليا، او اللي عنده فانيليا سايلة يا جماعة يحط معلقة صغيرة على البيضتين 2. هنبدأ ان احنا نعجن العجين، ندخل فيه البيضة كده. لما نحس ان العجينة اتشربت للبيضة نبدأ نحط البيضة التانية، وبرضو نحط مع البيضة التانية كيس الفانيليا. برضو ممكن نستخدم فانيليا سايلة برضو معانا. نزلنا بالبيضة التانية يا حبايبي، هننزل برضو بكيس الفانيليا، ونبدأ ان احنا نشرب العجينة للبيضة دي برضو. سامحوني يا جماعة لان انا عندي برد جامد، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. اتمنى دعائكم لي. طبعا يا حبايب قلبي العجينة بتاعتنا بقت اتشربت البيض وخلاص، عجناها عجن كافي يعني. هنبدأ ان احنا ناخد العجين وننزله في القمع بتاعنا اللي هو سيليكون. طبعا يا جماعة لان العجينة بتاعتنا بتبقى مش طرية الى حد ما كده، فاحنا بنحطها، ما بنستخدمش القرطاس اللي هو استعمال مرة واحدة، لانه طبعا مش هينفع واحنا بنضغطه. طبعا الكيس هيفرقع ومش هيدينا النتيجة اللي هي يعني. فاحنا بنستخدم القرطاس السيليكون. هنبدأ يا جماعة ان احنا نجيب الزيت اللي جينا دلوقتي لمرحلة الآلية. هنجيب الزيت يكون بارد، ننزل فيه بلح الشام بتاعنا كده، ونقطع بالمقص زي ما حضراتكم شفتم، وبعد كده بنقيد عليه. يعني ننزل الأول في الزيت بارد، وبعدين نقيد عليه. بدأ يا حبايب قلبي اهو ان هو الزيت يسخن معانا، وهيبدأ ان هو يقدح. مش هنقلب فيه يا جماعة، ولا نحط فيه شوكة ولا معلقة ولا اي حاجة، لحين ما نحس ان هو احمر من اليمة التحتانية كده، وبدأ ياخد اللون الذهبي الخفيف. نبدأ ان هو نحس ان هو دلوقتي تماسك، ونبدأ ان احنا نقلب فيه. بدأ اهو يا حبايبي ان احنا هنقلب فيه لما حسينا ان هو تماسك، وبدأ يلون معانا اللون الاصفر الخفيف ده اهو يا حبايبي. بدأ يحمر معانا. طبعا بقينا دلوقتي بنستخدم القلاية بتاعتنا دي كده. هننشل البلح الشام اللي احمر معانا واخد اللون الذهبي، وننزل على الشربات بتاعنا. طبعا برد دلوقتي، فهننزل عليه برضو، هنقلبه في الشربات عشان يشرب الشربات الوافي بتاعه، وبعدين ننشله نحطه في مصفى تحتها حاجة عشان يصفي الشربات الزايد عنه. هنبدأ يا حبايبي، حطينا دور تاني اهوت برضو، بس في المرحلة دي كنا هدينا طفينا على الزيت، هدينا الزيت خالص، وبعدين نزلنا فيه، وبعدين خلصنا الكمية معانا اهو يا حبايب قلبي. ده الشكل النهائي البلح الشام بتاعنا. اتمنى انه يعجبكم، واللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش باشتراك ولايك وكومنت، واللي اول مرة يشوف قناتي فضل الله يسامره يعمل لي اشتراك. شوفوا يا جماعة بلح الشام شارب الشربات وهش من جوه ومقرمش من بره، حاجة كده يا جماعة كانت تحفة. اتمنى انه يعجبكم النهارده اهو يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، كانت النتيجة ناجحة 100%. وطبعا حاجة عاملينها بايدينا احسن من اننا نشتري الحاجة جاهزة ونعمل لاولادنا اللي هم عايزينه بايدينا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.